بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل لوبيا. دي سمنه بلدي يا جدعان اهي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لوبيا معاكم اهي. سلقت اللوبيا اهي. هاتي هنا. سلقت اللوبيا اهي اهي، وقوطه اهيت من كنت مفرزاها معاكم وشايلاها اهي. فهنعمل النهارده فطارنا لوبيا. البصل اصفرت اهي. نحط الطماطم اهي، تتسبك بقى ونرجع لكم. القوطه اتسبكت اهي، حطيت لها حبه ميه. بعد ما اتسبكت لازم بعد ما تتسبك تحط لها شويه ميه كده، عشان ما تحطيش اللوبيا وهي ناشفه كده. لازم بعد ما تتسبك تحط لها شويه ميه صغيرين. نحط اللوبيا المسلوقه، منقوعه شويه ومسلوقه اهي اهي. لوبيا منقوعه ومسلوقه اهي. بسم الله. تاخد غلوتين وازودها شويه. تاخد غلوتين في القوطه كده واروح ايه مزودها شويه شوربه او ميه تاني. دي اللوبيا الناشفه، اللوبيا اللي هي ايه ام عين سودا. اللوبيا ام عين ايه سودا. هتاخد غلوتين وهزودها شويه وهوريها لكم. اهي اللوبيا خلاص اهي استوت اهي وزودتها اهي. اهي طبعا كانت مسلوقه من الاول. تجيبيها من عند العلاف تنقيها، لو مش اكياس او اكياس برضو تمسكيها تنقيها وتغسليها حلو وتنقعيها من بالليل. تنقعيها على الاقل ساعتين وبعد كده تسلقيها. تكوني محمره البصله يا دوب نص سوا، البصله نص سوا، تروح حاطه القوطه عليها تسبك وتحطيها كده وتزوديها شويه ميه والملح والفلفل بقى اهي. بصوا زي الفل ازاي، حمرا وجميله وزي الفل اهي. الرحمن الرحيم. احط الفرخه اهو. دي فرخه بلدي يا جماعه، مش فرخه بيضه، دي فرخه بلدي. لونها احمر ازاي، دي فرخه ايه بلدي. مش راضيه تنزل ليه. وده الحاجات اللي الجرنشه بتاعتها دي طماطم، ده جزر، ده بصل، ده فلفل، ده ورق لوري وفلفل وروزميري وكبابه صيني وزر ورد اهو. كل التوابل اهي معاكم اهي. ده ونحطه على الفرخه كده ماشي. كل الحاجات دي كده بنحطها للفرخه وايه عشان تتسلق. الفرخه كبيره والحله ايه. دخلنا الفرخه اهي اخيرا دخلت في الحله عشان الفرخه كبيره على الحله ماشي. نغطي عليها بقى ما تستوي بقى ايه هنوريها لكم. النهارده نعمل ملوخيه اهي. غسلناها ادي الملوخيه، قطفناها وغسلناها وبننضفها اهوت. لو كان فيها حاجه صفرة زي كده، ورقه زي دي كده صفرة كده، بروح ايه شايلها كده. الملوخيه بصوا مغسوله وناشفه وزي الفل. هنخرطها بقى هنخرطها بقى اهي. خرط الملوخيه اهي
النهارده اول يوم رمضان ولازم العيال ايه عايزين ياكلوا ملوخيه مع الاكل. عارفين كيلو الملوخيه وصل كام؟ 25 جنيه. كيلو الملوخيه ب25 جنيه وب30 جنيه. هتقولي انت بتبالغي يا ام عمرو، والله ابدا والله ابدا، جايبينه ب25 جنيه اهو. الناس بتجيب نص وكده، هيعملوا ايه؟ ماشي حالهم، كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه. البسله ب20 جنيه، كل حاجه غاليه، مفيش حاجه رخيصه ابدا. والحمد لله على اللي يجيبه ربنا، كله حلو الحمد لله. رمضان كريم يا جماعه، اللهم انا صايمين. رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. دي ملوخيه خضرة جميله، لازم الملوخيه الخضرة دي على حبه شوربه تبقى جميله كده جنب الاكل. خلصت الملوخيه اهي، خرجتها وخلصتها، خلصت هي الملوخيه. انا ما بعرفش اكل الملوخيه ديت صراحه، ولا في الكبه ولا في الخلاط، لازم اعملها كده بالمخرطه زي ما بيخرطوها كده. انا ما اعرفش صراحه، انا بعملها كده. بصوا اهي، شايفين اهي، والمها كده بعد ما اخرطها كده. بصوا تبقى ازاي اهي، شايفين؟ معلش التليفون وقع. خلصت الملوخيه خلاص، خرطتها اهي وخلصتها اهي بالشكل كده، ولا تبقى ناعمه ولا خشنه، تبقى وسط كده اهي. ما بحبهاش لا في خلاط ولا في كبه ولا في اي حاجه، ما بحبهاش الا لما اخرطها كده على الصينيه كده اهو بالمخرطه. المها بقى واحطها في طبق وارجع لكم. نعمل رز بشعريه اهو اهو. اشوحه شويه كده وبعدين نحط الميه. انا شوحت الرز بالشعريه اهو. احنا يا جماعه في رمضان، فاحنا قبل المغرب كده بحوالي نص ساعه ولا تلت ساعه بحط له الميه، بروح مشوحاه كده، حمر الشعريه واشوحه كده عشان يبقى جاهز. وقبل المغرب بنص ساعه كده بروح حاطه له الميه عشان يبقى سخن. بعمل التومه الملوخيه. حط حبه كزبره ناشفه، لازم حبه الكزبره الناشفين دول الملوخيه عشان بيخلوها طعمها حلو. ملوخيه من غير كزبره ما بتنفعش، ما تبقاش طعمها حلو. الملوخيه اهي، لازم الطشه بتاعت الطاسه دي الملوخيه اهي. ادفع النار. الملوخيه اهي، بصوا الملوخيه وجمالها، شايفين اهي الملوخيه اهي. نغرف بقى نوريكم. الرز اهو خلاص هيتشرب اهو، الرز بشعريه اهو بيتشرب اهو. خلصنا الاكل اهو.